يا دكتور، هل لو شفت كل مراجعات مستر محمد صلاح بتاعت 25 وبدأت أحل في كتاب كيان وبيان، ده كافي إن أنقص أقل من 10 درجات مثلا؟ مع العلم إني ما كنتش بذاكر عربي باستمرار. بص يا صديقي، أول حاجة أنت أصلا ما ينفعش صيغة السؤال غلط. أنت يعني ليه تحط لنفسك رينج تنقصه؟ يعني ليه تقول انقص 10 درجات؟ فهمني. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، هل عملك هيدخلك الفردوس الأعلى من الجنة؟ هل هيدخلك أصلا الجنة؟ اكيد لا. بس هي كل الفكره فيها انك تبقى طمعان في كرم ربنا. والجزء الثاني من السؤال، انك لو شفت مراجعه 25 وكده وحليت بيانه كمان. اولا المستر كان عامل مراجعته على المنصه، غالبا بينزل لك اصلا على اللي نازل على اليوتيوب ده ليالي الامتحان، فاكيد مش كافي خالص. وحاول يعني تبدا مع المدرس. يعني ايه الفكرة انك اصلا يعني ما تكملش مع، ما انت كنت ماشي معاه كويس طول السنة، فليه ما تكملش معاه في المراجعة نفسي؟ فحضرتك كمل معاه المراجعة. وبالاضافة انه اعتقد الاسيستنت بتوعه هيحلوا كيان وبيان وكذا كتاب تاني يعني. فتابع مع المستر افضل لك يعني، وحاول ما تسبقش او ما تتأخرش عنه يعني، عشان دي المراجعة واخر فرصة ليك انك تلم اصلا.